الرائع الكبير الاستاذ محسن شوقي. نعم، متشكر جدا يا استاذ عاطف. انا بحيي اخويا وحبيبي الاستاذ صلاح موسى واهنئه واؤكد على انه كان يستحق التهنئه وكان يستحق هذا الحفل الجميل منذ زمن بعيد، يعني مش النهارده. يعني الاستاذ صلاح ظاهره بمعنى الكلمه، ظاهره الرجل الذي لم يشغل نفسه كثيرا بالقواعد والممارسات اللي علاقه بالاكاديميه، يعني ومارس هذا الفن الرائع اللي هو الخط العربي. ومن حسن حظنا احنا كعرب اصلا انه لغتنا العربيه الحروف فيها يمكن ان تكتب ويمكن ان يحدث فيها هذا التشكيل الجميل جدا، وهذا ما احدثه الاستاذ صلاح. الاستاذ صلاح ظاهره منذ زمن بعيد، حتى وهو كان صغير في السن، عن كده كان نشوفه في كل مكان وهو بيبدع اعماله الخطوط العربيه الجميله بتاعته. وانا بعتقد انه النهارده احنا كلنا من كل قلبنا بنحيي الاستاذ صلاح وسعداء جدا بتكريمه، وبنعتقد انه كان يجب ان يكرم على مستوى اكبر من كده كمان، يعني على مستوى اكبر من العمار كمان. واشوفك دائما بكل خير وسعاده. شكرا لإدارة الفكر والثقافة في العمار الاستاذ محسن شوقي. دلوقتي مع كلمه الاستاذ محمود منصور. انا بهني طبعا اخويا صلاح، وده عشرة عمر طويلة جدا خمس صراحة ما تقلقش. واقول صراحة في كلمة بسيطة جدا، هو القلب الطيب. اما من الناحية الفنية احنا كنا واحنا صغيرين بنستمتع بألوانه وخطوطه، وكنا دايما يمكن مرحلة الاتزان اللي كان بيحكي فيها الأستاذ أحمد هورة، احنا كنا نقعد نمسك اللوحة كده ونجيبها يمين وشمال نلاقي الخط من فوق. يعني لو بصينا للوحة اللي هناك من فوق من تحت من الشمال من الجنوب من الشرق، تلاقي فيها اتزان غريب جدا. الخط بالمساحة فعلا. لا صلاح صراحة يعني كانت ايده فيها اتزان. احنا كنا دايما نحسده على الحكاية دي ونقعد نقول له لا دي مايلة، مع اننا كنا بنقعد نضحك معاه، لكن صراحه خط الحشائش المتوسط. طبعا انا كنت بساعده ساعات مساعده سيئه. كان يقول لي وزع لي الحشائش، فمره نسيت وزعت الحشائش في البحر المتوسط. دي عمرها ما تحصل، مش ناسيها لي طبعا. طبعا صلاح صراحه والله العظيم يعني حاجه جميله. اولا ما كانش في حد في العمار قبل صلاح، يعني لو بصينا للعمار زمان ما حدش سبق صلاح في الخط، فهو اول من كتب بالخط بانواعه بجماله باللوحات الجميله بعلاقاته الطيبه. يعني انا لما بروح عند صلاح بحس ان انا اروح عند واحد قريب مني جدا، صاحبي حبيبي. فدايما صلاح قريب منا جميعا. وفي الليله الجميله دي انا بهنيه وبقول له يا رب يديك طولة العمر وتعطي كتير وكتير ونستمتع بيه. واشكركم جميعا. شكرا للاستاذ